ندخلوا الآن تطبيق تيك توك. نعم، ونشوفوا علاش تيقولوا، لماذا يقول الناس أن هذا التطبيق يعني ثقيل وتدخل الشكوك، يعني بعض الشك يعني أنه صبي انترنت، ولكن السر هو ما أقوله لكم اليوم في هذه الحلقة الأولى. اضغط على 3 سطور ثم على الإعدادات والمسألة يعني الشخصية، ثم نستنى بعد شوية. ستفتح هذه الواجهة بما فيها حسابك وما فيها يعني الخروج أو تغيير الحساب، وبدون يعني ممكن تعمل حتى 20 حساب ولكن في تطبيق واحد. خلاص تغير، يعني اضغط على ماذا ليبري اسباس، يعني حاول أن المساحة، أن تفرغ المساحة. فمن منكم من لم يمسحها من أول؟ أنكم تجدون أكثر من جيجا أوكتي. أنا كل يوم أعملها وهناك 120 ميجا أوكتي، يعني 2 تطبيقات. وهذا ما يجعل التليفون الهاتف ديالكم ثقيل، أو أن يعني أن بالنسبة لهذا التطبيق أنه راه ثقيل أو كذا وكذا. لا، دائما نحيد الكاش هو الأول، ثم نقوم بمسح، يعني تيليشارجمون، يعني مثلا ملي كتحط واحد الفيديو يعني وترفعه على منصة تيك توك، يعني تكون بعد شارج هنا 10 ميجا أوكتي، ولكن أنتم ستجدون الكثير. وتيقنوا عندما تعملون هذه العمل يعني وتكملون، حاولوا أن عمل روديماري، يعني طفي الجهاز ثم شعله أحسن بدون روديماري. وثم نذهب كما شاهدتم، ممكن أن تغير يعني الحساب في تطبيق واحد. وهنا مازال كاين الغفلة كما نقولوا بالعربية أو بالدارجة المغربية، مازال بقى الغفلة. تيك توك الآن إذن نعاودو ثاني ندخلوا لواحد الجهة باش نشوفوا بعض المسائل كيف المثل، يعني 3 ثم تدخل إلى الحسابك، يعني نشوفوا الحساب هو الأول، نشوف الحساب ماله أنتم تعرفون، ولكن ضروري لازم تعملوه يعني محترف، يعني للاحتراف وليس بيرسونال شخصي لن يراك أحد. بروفيسيونيل بمعنى احترافي أو انتربريز، هذه حاجة أخرى. ثم ندوز بعض الإضافات اللي لابد منها. هنا لو عملت بريفي خاص يعني لن يراك أحد. ننزل الأسفل، انزل الأسفل أسفل أسفل أسفل، ثم نبدأ بعملية التحميل. اللي عنده 10 كا ثم 1000 كا لابد من تفعيل تيليشارجمون. خلي الناس يشارجوه، ما فيه مشكلة. ثم الكومنتير، من الذي يعلق؟ خليه يا سيدي، مادام عندك 10 كا وأقل أو 1 كا، خلي للكل. ثم ليست دابوني، يعني ما أحبهم أنا لا لازم أخليها، يعني الديو أرجوكم خليه للجميع، فهو جيد لجمع النقاط وجمع حتى بعض المسائل ثم الاشتراكات. أما الكولاج أنا لا أحبه، ولكن بالنسبة أنتم ضروري اعملوا يعني للكل. تغيره أنكم أنا أعمل لوحدي، أنتم أعملوا يعني للكل. هنا من الذي سيرسل لك يعني رسالة، واش الناس اللي هما أصدقائك ولا كل؟ لا، من الآن أنت خلي أي واحد يعني يرسل لك يعني رسالة، خليها. أنا درت
يعني أصدقائي، أنتم اعملوا يعني tout le monde، يعني أي واحد في العالم كله يعمل لك يعني آآ تعليق، واخا ما يكونش يعني راه مش شارك عندكم. ثم نشوفوا إلا كاين شي حاجة هنايا من بعد هاد الشي هذا الحلقة الأولى سريعة، 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 ومن بعد عاده نشوفوا أشنو نديروا. يعني بعض المسائل هنا كاين ما يتقال بزاف، بزاف، بزاف. ندوز هنا بالنسبة لللونغ. هناك مسائل شوية معقدة، ولكن السر وهو أن أي مستعمل للحساب لا تنطبق عليه الشروط الكاملة. ثم ندخل إلى البروفايل ديالنا بالطريقة الوسطى بما فيه يعني موديفي البروفايل، يعني تغيير هناك على اليمين يعني الفيديو من الأحسن بلاش، أو فيديو يكون يعني يرى وهو يعني يثير الانتباه، يعني اعمله وادخل يعني الخانة تاع الصور والفيديوهات. الصور والفيديوهات، حمل فيديو أو صورة، فيديو، ولكن إذا عملت الفيديو يعني ما يرى عند الجمهور الكل، يعني الخارج offline، يعني يرون إلا الفيديو ولا يرون الصورة. إذا من الأحسن أنا أقول فيديو ويكون يعني حساس أو فيه شيء هكا من الكوميديا أو الضحك على حسب المحتوى. أوكي. ثم تختار، ثم لازم نقول لكم شيء مهم هنا، يعني يتغير الاسم وكذا وكذا، والاسم يتغير، لا يمكن أن يعني أن ترجع لتغييره إلا بعد شهر. هذه المسألة مهمة. البيو يعني تحدث يا أخي لكي يعلم، حتى في اليوتيوب، حتى في يعني المواقع، تحدث ماذا تعمل، قولها بالدارجة، قولها باللغة، بأي لغة. أنا عملت هنا ربح من الإنترنت، وعملت الكريبتوماني، وعرفت مسائل مهمة يعني. ثم المهمة الثانية وهي الكاتيجوري. انت اش كدير؟ واش رياضه، واش ميوزيك، ولا راها كلاسيك. اكتب ما هو دورك، وعلاش عامل هذه الصفحه، باي لغه، حب انت يعني تحبك تيك توك، ولهذا كتطلع هي. ولكن عفاكم هنا، ملي تبغوا ديروا الانستغرام تدخلوه، هو راه اما دخلوا على اللي عنده الانستغرام، يعني يدخل مباشر على فيسبوك، او يعمل الايميل ديالو الجيميل، وهذا هو مكانه. انا تركته فارغا واخترت اليوتيوب. عندما تضغطون على اليوتيوب يعني يعطيك الجيميل الذي عندك، ثم تضغط عليه خلاص واعمل اوكي. هنا وندخل الحساب على العادي، ثم ننظر إلى الفيديوهات.